باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. امبارح اتكلمنا على حاجة اسمها التقشف والتدبير. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها التكيف. يعني ايه التكيف؟ يعني الشكوى ما بتعملش حاجة غير انها بتكئبني وتكئب اللي حواليا وتخلي احساسي بالمشكلة والضيقة تكبر اكتر. لكن في انسان مرن يتكيف. بمعنى ايه؟ اديكم مثل. انا عندي كوفيرتة 2 متر في 2 متر، يعني حاجة بقى مفيش بعد كده. وبعدين لقيت في يوم برد وفي كوفيرتة يا دوبك عرضها متر، دي ما تعملش حاجة، وطولها 90 سنتي. انا هعرف اكيف نفسي. الانسان عنده قدرات للتكيف لا تتخيلوا شكلها ايه. حتى لو ادى الامر هكرمش جسمي او هغطي المناطق اللي اكثر برودة في جسمي على حساب مناطق تانية ممكن تستحمل. يبقى بالشكل ده انا اتكيفت على الوضع. التكيف ده بيفكرني بحاجة. سنة 67 وفي يوميا بعد النكسة مصر مرت بصورة صعبة قوي. الحقيقة كانت كل حاجة صعبة، بس المجتمع اتكيف. يعني احنا دلوقتي بنشتكي ان الحاجة غالية، لا، 67 الحاجة ما كانتش موجودة. يعني ايه ما كانتش موجودة؟ يعني كنت تقف طابور ساعة وساعتين عشان تاخد فرخة، او تقف طابور ساعة او ساعتين عشان ازازتين زيت، او تقف ساعة وساعتين علشان كرتونة بيض. ولو كنت دخلت عند البقال لانك انت راجل معاك فلوس مش محتاج الجمعية، مش هتلاقي في الرفوف عنده غير برطمان او كوز كده بيصب منه عسل وطحينة. حتى العسل والطحينة كانوا يتباعوا بالتجزئة، وما كانش فيه غير نوعين جبنة بيضة بس عنده، وجبنة وحتة جبنة رومي، ويعني البسطرمة ما تلاقيهاش، واللانشون كان حاجة رديئة جدا، وشوية ترش. محل البقالة كله كان فاضي، وكنا بنعيش على المعونة. تجيلنا شوية برطمانات، انا فاكر مربة عنب من اليونان، وشوية سردين يجيلنا من جنوب شرق اسيا من الصين. حاجة يعني كانت صعبة جدا جدا. بس بالرغم من كل ده اتكيفنا وعشنا وما اشتكيناش، لان الشكوى تزيد من المشكلة والتكيف يقلل من حدة المشكلة جوايا وعلى اللي حواليا. لسه للكلام بقية، نتكلم بكرة في نفس الموضوع. صباح الخير.